السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم معكم واحد الحلوة اللي كتجي خطيرة في المذاق وهشيشة وبنينة. الاهم انها بنينة، ما تديوليش على شكل، ولكن البنة ما نقول لكمش يا سلام. نتمنى انكم تجربوها وتحضروها في الحلوة ديال العيد، ما بين الحلويات اللي كتحضروهم في العيد. هنا بسم الله على بركة الله. عندي 200 غرام ديال الزبدة سبيسيال البنات، الحلوة ديال الصابلي. خاص الزبده تكون زوينه، خاصه بالحلويات ناخذ هذه سبيسيال. عندي هنايا كاس مع مرش ديال سكر سنيده او نص كاس. انا عملت هنايا كاس عنبه ديال سكر سنيده، حيت منهم 2 المعالق من السكر. صافي البنات مفهوم. بالنسبه للبيض عندي واحد البيضه كامله، وعندي 2 صفار البيض، يعني غادي نعملو 3 البيضات. واحد البيضه نعملوها كامله نديروها كامله، و2 بيضات غادي نديرو غير صفار البيض. صافي البنات مفهوم. ان شاء الله غادي نحط لكم المقادير في صندوق الوصف. غادي نخلط مزيان الاول الزبده مع السكر، نخلط مليح، ومن بعد نضيفو البيض نخلطو مزيان. في اخر لحظه نضيفو الزيت ما نديروهاش من الاول. صافي غادي نخلطوها مزيان حتى نحصلوا على القوام كريمي يذوب ليا داك السكر. هنا ضفت واحد الكميه ديال الدقيق، ودرت معاه كاس عنبه ديال النشا. وهنا عندي 2 معالق كبار من كاكاو المر، او 2 ساشي من كاكاو. ديما هاد المسائل بحال النشا وكاكاو المر والاخر كنديروه مع الطحين او الدقيق، باش ما يتكتلش لينا دوك الحبيبات الصغار. وهنا غادي نضيفو ضروري من نكهه الناطه والنكهه ديال البسكوي الا كان موجود عندكم، والنكهه ديال الشوكولا الا كان متوفر عندكم، كيعطي واحد لوغو يا سلام. انا كان ما متوفرش عندي، فقط عملت هذا الشيء. وغادي نديرو رأس معلقة صغيرة من الفانيلا. صافي غادي نخلط مزيان هادوك التكتلات ديال النشا، خاصني نخلطهم مليح. بالنسبه لهاد العجين هذا راه ما كيدي لياش الخميره د الحلوه. صافي غادي نخلط مزيان. تبارك الله واحد الريحه راها كتطلع من هاد الوصفه هذه يا سلام. الكاكاو المر مع ديك الناطا صراحه كتطلع واحد الريحه غزاله. صافي هنا غنخلط مزيان هكا. كنبقى نضيف شويه بشويه الدقيق. دائما الصابلي ما كيتعجنش، ما كيتخلطش هكا بجهد، ما كندلكوهش بيدينا، فقط نبسوه. يعني كنبقاو نجمعو بالصباع ديال يدينا باش ينجح لكم هاد لي صابلي هادو، وما ما يمشي لهمش الشكل ديالهم. صافي البنات مفهوم. يعني تجمعوا غير بصبيعات يديكم غير بشويه عليكم. انا هنا راني مسرعه الفيديو، راه تقريبا خدا ليا الوقت باش جمعت بشويه عليا، باش ما نحتاج انني ندلكو ولا نجمعو بالكف ديال هكا، ندلكو بالكف ديال يديا. كما تشوفوا رانا غير كندور هكا وكنضيف الدقيق، ودائما واحد اليد كتخلط وواحد اليد كتشوف القوام ديال هاد هاد العجين هذا. هنا شفت عاد العجينه عندي خفيفه، من بعد ما شفتها باليد الاخرى جاتني عاد خفيفه كتلصق شويه. راني ضفت هكا في الجناب الدقيق. صافي بقيت هكا كنجمع كما راكم تشوفوا. راني غير كنجمع، يعني ما كندلك، ما كانش يعني الكف ما كنستعملوش نهائيا. هذا هو القوام اللي خاص يكون ديال العجينه، يعني بحال كتكون مرمله. صافي هنا البنات من بعد راني قطعت معكم واحد الطريف. هذا هو الشكل ديالو من يكون من الداخل، يعني صابلي راه ناجح. من كيعطي لكم هاد الاخر يعني راه ناجح، يعني مكسر راه ناجح. صافي كان غادي ندير واحد شويه ديال الدقيق، وغادي نبسط بالمدلك. نحاولوا ما نديروهش رقيق بزاف، خاص تجينا غليظه هاد لي دونات هادو. الا بغيتو ديروا ما بين بلاستيكه وبلاستيكه تورقوها تقدروا. اما الطحين يعني غير ما تكثروش من الطحين وصافي، باش ما تعطيلكمش ديك البيضيه في لي دونات ديالكم او لي صابلي ديالكم.
صافي هنا غادي نجيب المول. بالنسبه لهاد العجينه تقدروا ديروا اي شكل، ماشي بالضروري ديروا هاد لي دونات هادو، ديروا اي شكل بغيتو ديروه. هنايا جبت عندي هاد القمع هادو، غادي نعملهم هكا، بغيتو تعملوهم كبار ولا المهم داكشي نتوما اختياري اللي بغيتو. هما من الاحسن كيمشيو هكا صغيورين شويه، ما كيمشيوش كبار بزاف. صافي بديت هنايا كنقطع، وكما قلت لكم البنات ما تعملوهش رقيق رقيق، لا راه غادي تكسر لكم من غتعملوا شوكولا ولا في الساعه كيتحرق، وفي نفس الوقت غادي يبقى يتكسر لكم في الشوكولا ديالكم. هكا عملوه غليظ شويه باش تجي الحلوه هكا وافيه وعاطيه العين. صافي هنا غادي نكمل بنفس الطريقه، وغير بالعقل ان شاء الله غادي تساليو الكميه كامله. وهاد الوصفه غادي تنجح لكم ان شاء الله من اول مره او من اول تجربه. هنا البنات واحد النصيحه بالنسبه لهذاك الباقي ديال العجينه الاولى اللي ديجا عجناها، ما غاديش نجمعها هكا بيديا، غادي نجيب العجينه الجديده، غادي نقطع منها واحد شويه وغنعملها هكا نديرها فوقها، غادي نديرها هكا فوق العجينه الاولى، وما نعجنوش بيدينا. هاد لي صابلي هادي راه ما كتعجنش باليد ولا نعاودو ندلكوها ولا لا. غادي كما شفتوا عملت درت وحده فوق وحده، يعني عجينه فوق عجينه، وجبت العجينه الجديده واحد شويه ودرتها هكا فوقها صافي ودلكت. هاد الطريقه هذه راها سهله وفي نفس الوقت يعني كتخلي العجينه بحال الاولى بحال الثانيه. ومن هكا نحطو للرشم ما نبقاوش نحركوه، فقط اننا غير نحدو الرشم ونحطوه هكا باش ينجح لكم لي صابلي ديالكم. تقدروا نتوما تبتكروا بالمرشم اللي بغيتو، تعملوا هكا حرابل بلا مرشم بلا والو، تعملوا حرابل وديروه في شوكولا، والتزيين كيكون اختياري. المهم ان البنه كاينه والقرمشه كاينه وحشاش، والمذاق هو الاساس. كما كنقول لكم دائما الحاجه اللي عجباتكم حطوها ليا في التعاليق، اللي ما عجباتكمش حتى هي كنقبلها حطوها ليا في التعاليق. هنا البنات غادي ندخلها للفران ل 160 درجه من الفوق ومن التحت، وردوا معاهم البال راهم دغيا كيطيبوا. وما تعملوهمش رقاق، الا عملتوهم رقاق راه كيتحرقوا دغيا، وفي نفس الوقت كيتكسروا في الشوكولا ملي كنبغيو نديروهم. هنا عملت كالا شوكولا كالا، هي راها كتعاون وكتسيح دغيا. ودرت تقريبا واحد نص كاس من اللوز كونكاسي ولا كاوكاو كونكاسي اللي بغيتو. انا عملت هنايا كاوكاو كونكاسي، هو كيعجبني في المذاق احسن. نتوما الاختيار ديالكم، تجيبوا اللوز تقدروا تقليوه وتهرمشوه وديروه ولا كاوكاو. صافي هنايا راه كتجي لي ساهله هاد الطريقه البنات، تبعوها. اي حاجه متعلقه بشوكولا كتغمس فيها ديروا هاد الطريقه. جيبوا واحد الصفايه كما راكم تشوفوا وديروا هاد الطريقه، راه في نفس الوقت سهله وما كتاخذش الوقت اللي هو كبير، وفي نفس الوقت راه ما كتاخذ لكمش حتى الشوكولا ما كتهز لكمش بزاف. صافي هنايا من بعد ما غمستهم كاملين هكا في شوكولا، جبت تزيين اختياري، يعني دائما كنقولها لكم. انا هنايا عملت هذوك الوريقات الذهب هكا باش كيعطيو واحد المنظر اللي هو زويون. بالنسبه لهاد الوريقات ديال الذهب هادو راه كيعملوا كاين ديال 5 دراهم اللي هي صغيره، وكاين ديال 10 دراهم. هنايا عندي شوكولا غادي نعمل خطوط. جبت واحد المعلقه من شوكولا كحله نواغ، وجبت شويه من شوكولا بيضاء وخلطتهم ذوبتهم وعملتهم في هاد البوش هذا. صافي وعملت هكا خطوط باش يغير ليا داك المنظر ديال البيض، يعني ما بغيتش ندير البيض والكحل باش يغير ليا شويه الديكور ديال هاد لي دونات هادو. صافي هنايا عملت هذوك حبيبات الشوكولا. عملوا هاد حبيبات الشوكولا، ما تعملوش هذوك العقيقات لان العقيقات كيكونوا من كتاكلوهم كيكونوا قاصحين. من الاحسن انكم تعملوا هادو كيجيو زوينين في المنظر ديالهم. هنا البنات من بعد ما كملت غادي نمشيو للفينيسيون. بالنسبه للفينيسيون
ضروري ما نفوتو عليهم هكا، نحيدو هاد الزوائد هادو. كما قلت لكم راه ملي كنديروا ديك الطريقه ديال الصفايه راه كتجي ساهله ماهله، وما كتهزش لكم الكميه كبيره او كثيره، الكميه كثيره من الشوكولا. لحقاش ملي كنغطسو هاد لي صابلي هادو كامل في الشيكولا ومن بعد كنهزوه يقدر يتهرس لينا ويضيع لينا الشيكولا، وخصنا نصفيوها وكتهز لينا واحد الكميه اللي هي كثيره من الشيكولا. ومن كنحطوها هكا حتى تنشف في بابي كويسون ولا في شي بلاستيك ولا، يعني كيبقاو الجناب هكاك سايحين بشوكولا. فهمتونا البنات؟ تبعوا الطريقه ان شاء الله غادي تعجبكم واستعماليه. هنا من بعد ما سالينا هذا هو الشكل ديالهم، نتمنى انهم يعجبوكم. وإلا البنات كانت عندكم اي ملاحظه خليوها لي في التعليق وانا غادي ناخذها من عين الاعتبار. نتمنى ان هذه الحلوه تكون الاعجاب ديالكم. ان شاء الله نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.